السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وعافية وستر ورضا من الله. بصوا انا جايلكم بايه، بحاجة كده يعني فيديو حلو كده. ايه، قلت هعمل فطيرتين نعملهم مع بعض كده بطريقة سهلة وبسيطة. بصوا، اول حاجة هنعمل ايه، ده كيلو دقيق اهو، اي نوع دقيق بتجيبيه متعدد الاستخدامات من السوق. نعمل فطير بيه. اول حاجة هعملها هنخل الدقيق. لازم تنخلي الدقيق عشان لما تنخلي الدقيق بيديكي نتيجة حلوة لأي معجنات انت بتعمليها. بصوا، طبعا انا مش محترفة في الفطير، بس بعمله دلوقتي على طول. مثلا عايزة اتعشى مثلا انا وبنتي، نفطر بيه. عايزة تاكليه مثلا بطحينة وعسل، تاكليه بجبنة قديمة، حلو جدا جدا. وتعملي زي ما قلت لكم قبل كده في كل فيديوهاتي، اما تعملي الحاجة في البيت احسن ما تشتريها من بره. هننخل الدقيق مع بعض اهو، هنحط ملح ونحط سكر. هحط معلقة ملح صغيرة ومعلقتين سكر كبيرة. السكر بيخلي الفطير لونه حلو ذهبي كده وحلو. والملح طبعا سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لو عايزة الفطير بتاعك حلو بتكتري السكر، لو مش عايزاه حلو طبعا براحتك. هكمل وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي، كوباية مية اهي دافية، عشان احنا الدنيا ساقعة والعجين يبقى معانا كويس. حطيت مية دافية، لما في الصيف بتعملي مية من الحنفية عادي. هحط فيها معلقتين سكر ومعلقة الملح وادوب واحطهم على الدقيق. خليكم معايا. بصوا يا حبايبي، دوبت السكر مع الملح اهو، هحطه على الدقيق. وطبعا الدقيق بتاعنا حسب ما ياخد المية. ادي اول كوباية هحطها في العجان طبعا، عشان انا مش قادرة اعجن بصراحة، عندي دور برد رهيب. يعني ادعوا لي كده ان ربنا يشفيني، البرد ايه متمكن مني جامد يعني. الحمد لله الحمد لله، كله خير من عند الله. بص هحط ال اللهم صل على النبي، صلوا على رسول الله جماعة في كومنتات، عشان انتوا تاخدوا حسنات وانا اخد حسنات. هحط في العجان اهو الآلة اللي هي بتعجن اهي. بصوا اهو، عشان انا مش قادرة اعجن بصراحة، تعبانة اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي العجين اهو جميل زي ما انتم شايفين اهو. عايزه اقول لكم العجان ده جميل جدا، لو واحده حبت تجيبه يعني بصي تكسبه. بس اهم حاجه زي ما قلت لك، حوشي، اعملي جمعيه، حوشي. يعني بصي مفيش حاجه الست بتغلب فيها، ولو حبت بتجيب. بصوا العجينه طريه جميله. هنعمل ايه بقى؟ بص انا مرميتش الكيس بتاع الدقيق، هحط فيها الدقيق واريحها شويه. وبعد ما اريحها هنبتدي نعمل الخطوات اللي بعد كده. خليكم معايا. بصوا يا حبايبي، رجعت لكم تاني اهو بعد ما سبت العجين يريح. بصوا انا مغطياه ومكفناه زي ما بيقولوا. كل ما بتريحي العجين كل ما بيديكي نتيجه افضل. اهو ريحت العجين اهو. بصوا حطيته فين؟ في الكيس بتاع الدقيق اهو. بتزيد زي ما انتم شايفين. بصوا بتنط ازاي معانا اهي، بتنط ازاي. بصي كل ما بتريحي العجين كل ما بيديكي نتيجة احلى وافضل. بس المهم تغطيه كويس وتريحيه، عشان ايه؟ عشان يديكي نتيجة كويسة. طبعا انا هقسم الكورة اهي زي ما انتوا، اللي هو الكيلو العجين دي اللي انا عملته هقسمه على 2. هنعمل طريقة نص طريقة ونص التانية بطريقة تانية اهو. بصوا برضو تحطيها في الكيسة عشان ما تنشفش على ما تعملي الزيت. النص اللي هو اللي هنعمله ده الاولاني اهو. بصوا هنكوره بقى ونشوف هتطلع قد ايه. هدهن الصينيه دي زيت وهحط فيها الكور واوريها لكم. بصوا يا حبايبي زي ما انتم شايفين اهو، هقطع اهو عجينه كده اقطعها. هقطعها وارجع لكم تاني عشان مطولش عليكم. بصوا يا حبايبي كورتهم اهو، حطيت دهنه زيت تحت في الصينيه ودهنه زيت من فوق عشان العجين ما ينشفش معاكي ويشقق. وهغطيهم بقى واسيبهم برضو يرتاحوا شويه. بصوا يا حبايبي دي 100 جرام زبده، هحط عليهم نص كوبايه زيت وهسيحهم عشان نشتغل بيهم في الفطير. بصوا يا حبايبي دي الطريقه التانية اهي اللي هفردها معاكم اهي.
طبعا هفردها، وبعد ما افردها اوريها لكم عشان مطولش عليكم الفيديو. عندك بقى نشابه، عندك مردانه، اي حاجه افردي بيها على قد ما تقدري. بصوا يا حبايبي، فردت اهو الفطيره اهو على قد ما تقدري افرديها اهي. هندهن زبده زي ما كلنا عارفين اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ادهني كويس الفطير بتاعك عشان يطلع كويس ومرق، لازم تدهني كويس اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. معاك واحده بس عشان ايه ما كترش، يعني ما طولش عليكم الفيديو اهو. بحاول اقتصد والله اهو. بصوا هنطبق كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرده تدهني اهو، طبطبي كده حتى من غير معلقه اهو. من الناحيه التانية نطبطب، وبعدين تلفيها كده اهي. او ممكن طريقه تانية اهي. بصوا هنعمل كده اهي، تطبيقه كده سهله برضو اهي. والتطبيقه التانية كده، وتدهني زيت ماشي. تعمليها كده اهي. كل دي بتورقي انت في الفطير. طبعا هعمل كله بالشكل ده زي ما انتم شايفينه كده عشان مطولش عليكم الفيديو، وهرجع تاني ايه اوريكم احنا هنعمل ايه. ماشي، خليكم معايا. بصوا يا حبايبي، انا فردت واحده اهو عشان برضه زي ما بقول لكم الفيديو ما يطولش. فردت واحده قبل كده، هحط دي جواها كده ماشي، وهنطبق عليها الفطيره اهي. ممكن نحط الفطيره بالعرض اهي، بالعرض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نروح مطبقين كده بسم الله اهي، وتعوسي طبق التانية كده اهي زي ما انتم شايفين. وبرده نحط عليها سمنة، وطبعا هنسيبها ترتاح في التلاجة عشان الزبدة ما تيجي تفردي ما تسحش منك اهي. بصوا طبقها كده اهي، وهسويها على الطاسة. طبعا ده مش فطير كبير، ده ميني فطير. انا عامله فطيره على قد ما كل واحد ايه ياكل فطيره صغيره كده عشان ما يفتحش فيها، يعني طلباتهم كده في البيت. هخلص بقى الكميه وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي، دي طريقه تانية قلت برضو اوريها لكم اهي اهي. كل دي توريقات للفطير اهي. تلاتة اهي. طبعا انا عملت دي طبعا من غير ورا الكاميرا، يعني ما وريتهالكوش، بس ايه هحطها كده في النص. الاول هطبق دي كده اهو. بصوا طبق تطبيقه كده، ودي تحطي سمنه اهو. طبقي تطبيقه وتحطي سمنه اهي برضو، وتروحي عامله كده نفس الشيء اهو. طبقي تطبيقه وتحطي سمنه ماشي اهو. نحط دي كده برضو اهي، ونجيب دي كده اهي. هروح حاطه دي بقى ايه اهي سمنه برضو اهي. كل ده ايه زي ما قلنا توريقه. حطي دي كده اول اللي انا عملتها، واروح مطبقاها كده. هتديكي يعني عايزه اقولك توريقه في الفطير جميله اهي. طبعا انا هسوي على البوتاجاز في الطاسه، مش هسوي في الفرن اهي. ممكن تحطيه في الفرن، لو حطيتيه في الفرن هتحطيه من تحت. طبعا تعلي الفرن يبقى عالي جدا، وتكوني مسخناه قبل ما تشتغلي ب10 دقايق، وتحطيه من تحت وتبشريه تقريبا ربع ساعة كده او تلت ساعة بالكتير. وبعدين لو عندك شواية بتفتحيها، لو الشواية بتشتغل مع الفرن تفتحي الاتنين، لو ده لوحده وده لوحده، اما يحمر من تحت تروحي مشغلة عليه الشواية من فوق. بصوا اهي دي طريقة برضو ايه تانية. بصوا حبايبي، الفطاير الاولانية حطيتها في التلاجة ساعتين. طبعا هبدأ ايه اسويها معاكم، اخد اول واحدة واسويها، وبعد كده اسوي انا الباقي. اول واحدة اهي بصوا
نفردها. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلت لكم فردة كده واحدة ما شاء الله كتير حلوه هتعجبكم. طيب مين زي ما قلت لكم صغيره، بس ايه عشان ايه كل واحد مثلا يكون كده صغنون كده مع كوبايه شاي، عايزه كده عسل وطحينه كده يعني. هعمل كام عشان ايه تصوروا معايا. ماشي خليكم معايا. بصوا هطبق معاكم واحده اهي كده كده. كل ده توقيت الفطير اللي احنا ايه هنعمله. ماشي طبق كده كده اهي. بصوا زي ما شايفين. بصوا حبايبي عندي جريل اهو بسوي عليه. انت عندك طاسه ماشي، عندك مثلا صينيه قلبيها واعملي عليها، الموجوده عندك في البيت اعمليها اهو. بصوا زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حبايبي خلصت الفطير اهو، من كيلو فطير. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بس عملت قد ايه كتير، 3 4. انا عاملاه ميني فطير، 4 5 6 7. يعني بصوا عاملة بتاع اكتر من 15 فطيرة. والله انا بحب الفطير بعشقه، قلت اعمل فطير لرمضان اهو. انتي عايزة تعمليه بقى تاكلي بيه لسه سخن مش قادرة اقطعه، تاكلي بيه قطعة واحدة باردة اهي، تعمليه تاكلي بيه بتاع ده. اللهم صل على النبي. عسل تاكلي بيه، جبنة قديمة، حلو جدا اهو. يعني بس عشان هو سخن مش قادرة بس اعمل اهو. بس مرق وجميل وحلو، وبناتنا الصغيرين هيعملوه ويتعلموا. كل حاجة بنتعلمها بتطلع زي الفل اهو. بصوا اهو زي ما انتم شايفينه اهو. ده ميني فطير مش فطير اللي هو الكبير اللي بيتحط في الفرن، لا انا عملته كله على البوتاجاز اهو. جربي الطريقة، ولو عجبتك وعملتيها ما تنسينيش في شير ولايك وسبسكرايب ودعوة حلوة منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.